في حوار مع صحيفة ريبوبليكا الإيطالية، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصومه السياسيين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بهدف زعزعة استقرار البلاد في هذا الوقت الحساس وفق قوله. وأضافت الصحيفة أن السيسي تعهد بكشف حقيقة مقتل ريجيني قائلا: اسمحوا لي بنقل عزاء لعائلة جوليو ريجيني وأن أرسل رسالة قوية لإيطاليا بأن مصر تفهم ما يطلبه الرأي العام والحكومة والصحف وفوقهم عائلة ريجيني نفسها منذ أسابيع وفق تعبيره.